هكذا أبدأ الكلمات بالأنين من القلب لقسوة الحياة، لظلم الزمان وغدر الأيام، تتلاشى الأحلام لتقتل الأماني. أصارع الأوهام في ظلمة الليالي وأبقى وحيدة، نعم وحيدة، أرسم الخيال على ضوء القمر وأسأل أين الأمل لأبدأ من جديد. الحب، المستقبل، الأحلام، وفجأة يصيبني الكدر وتتبخر الأفكار وتصبح كالسراب وأعود للأنين لأبقى وحيدة بين جدران الظلام. الساعة 7 ديال الصباح، بحال كل نهار غادية للخدمة. أنا إكرام، بنت بسيطة بزاف وأحلامي أبسط مني، خدامة في معمل النسيج، داخلة أنا وبزاف د البنات بحالي كلهم أحلامهم أبسط منهم، عيالات وبنات شابات، كل وحدة حدا ماكينة الخياطة ديالها، كلها ملهية في راسها. حتى كيدخل أحمد الريسبونسابل اللي كيعلي راسو كيراقب أي وحدة شافها ودز من حداها حتى كيوصل عندي. صبحنا على الملك لله. أحمد: صباح الخير إكرام، لاباس شوية؟ إكرام: لاباس الحمد لله. أحمد: في البوز أجي تغداي معايا، جبت شي دجاج صوباتو لي الوالدة. إكرام: شكرا، غيتسناني خطيبي جلال. أحمد: خدمي ماكي تقيلة، شهاد الخدمة الناقصة. إكرام: صباحة لله. أحمد: قلتي شي حاجة؟ إكرام: قلت غادي نصوب خدمتي الشاف، وسطوانة كتعاود كل نهار، ما عرفش اش كيبغي. اهم شيء واللي مصبرني في هذه الخدمه، اولا خطيبي جلال اللي خدام في هذا المعمل حتى هو، ولكن في سيرفيس اخر، واللي بغيت نعاونو على الزمان باش نتزوجو. وثانيا حيت انا عندي راجل مي ما كيجيب لينا للدار انا واختي حتى كوميره، وخويا اللي في الدار ما كيقابل غير كمي الحشيش والسكره، كنهرب يعني من الدار حيت عييت وطاب جسمي من ضربو ومن حقرتو ليا ولختي. هادشي كله خلاني نتحمل اللي بحال احمد في الخدمه باش نهرب من المشاكل ونتهنى وندير داري حتى انا، ولا نقول غبيت انا قابله به، المهم نهرب ونعس بلا صداع بلا خوف بلا مشاكل. كيدوز نهاري في الروتين حتى يوصل وقت الغداء ونشوفو، ديك الساعه تحلالي الدنيا ونضحك من اللي كيجي عندي ويتسناني في الباب باش نمشيو ناكلو في شي كيوسك قريب. جلال: توحشتك. إكرام: حتى انا، تمشى دغيا باش نتغداو ونرجعو في الوقت. جلال: واخا. بحال كل يوم كنمشيو انا وجلال نتغداو ونبنيو احلامنا وحنا كنهضروا على شنو خاصنا نوجدو. جلال: لقيت دار ديال الكرا قريبه من الخدمه، فيها بيت وكوزينه وصالون صغير، 1500 درهم، غاليه ياك؟ إكرام: غاليه. واش ما كاينش شي دار فيها غير بيت وكوزينه؟ انا مباغاش بزاف، غنصبر معاك حتى يحل الله. جلال: نقلب، ما كرهش نتزوجوا اليوم قبل غدا، ولكن هانتي شايفه الظروف، شفتي جواد ومرتو شراو دار حسن من الكرا. إكرام: فين لقاو الفلوس؟ جلال: داروا كريدي على حساب المعمل وها هما هانين. إكرام: سعداتهم. جلال: شنو بالك نديروه كريدي حتى حنا؟ إكرام: انا شايفه نجمعوا الفلوس باش نتزوجوا بعدا، وفي الاول نسكنوا غا مع ماماك، ما بغيت لا عرس لا حوايج لا دهاز، ومن تما نديروا كريدي ملي نستقروا. جلال: واخا نسكنوا مع امي، واخا خوتي كل واحد شاد بيت هو ومرتو، ولكن ديبانيو مره نمشيو عند امك. إكرام: لا امي بلاش، راك عارف راجل امي كنتحمل هضرتو دابا بزز. جلال: ديك الساعه نكون معاك انا، مالو يقدر يقول لك شي حاجه ولا يهضر عندك وانا كاين. إكرام: الله يخليك ليا. كيسالي البوز بحال ديما وكنرجع للخدمه وانا المورال ديالي طالع بعد ما كنت مع جلال، الله يخليه ليا، بارك عليا غا هو، ربي جازاني بيه، واخا سمحنت في حياتي بزاف وكليت العصا وانا ما عندي حتى ذنب، الا اني مرتاحه معاه وحاسه ان ربي غيعوضني خير منه. سالت الخدمه وحال الوقت باش نخرجوا، كالعاده كنلقى جلال كيتسناني في الباب باش يوصلني للدار. إكرام: جلال شحال جمعتي د الفلوس دابا؟
جلال: ما حسبتش حبيبه، فلوسي مع فلوسك ما عرفتش شحال، كنخبعهم ديريكت. اكرام: ياك كتحطهم في مكان امن، عندك يهزهم لك شي حد. جلال: ما تخافيش، راهم في الحفظ والصون. اكرام: مزيان، راك عارف انا ما نقدرش نحطهم عندي، حيت ما نامنش يهزهم لي راجل امي وحتى خويا. جلال: ما تخافيش، انا غنهنيك منهم كلهم ملي نتزوجوا. اكرام: امالي كله فيك ومعاك، كنبغيك بزاف. جلال: يلا دخلي لداركم دغيا قبل ما نتحرش بيك. اكرام: بسلامه. كندخل الدار حتى كيوقف عليا ابو العريف راجل امي علال. علال: علاش تعطلتي؟ اكرام: ما تعطلتش. علال: وصلك داك خاين عاود باغا تشوهينا في الحومه. اكرام: هذاك خطيبي والحومه كامله عارفه هادشي، وزيدون هو غا وصلني، ما درنا حتى حاجه خايبه. علال: خاصكم التربيه من جديد. خليتو كيهضر كالعاده ودخلت لبيتي، لقيت اختي كتحفظ، عندها الباك هاد العام. ما بغيتش نخليها تخدم، واخا الزل المتواصل ديال امي وراجلها وزيد عليهم خويا، انا بغيتها تقرا وما ديرش بحالي. مره كناخد من جلال فلوسي باش نشري ليها ما تحتاجو. شيماء: اختي جيتي؟ اكرام: جيت، وتلاقاني راجل امك كيضيع لي مزاجي، ما فهمتش انا علاش تزوجات امك، على زينو. شيماء: بردي عاودي لي كي داز نهارك. اكرام: انا عاود لك.